مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، وهناك بعض الأقاويل إن في مجموعة جت ومجموعة اعتذرت. هناك أقاويل إن حضرتك يعني في بعض الضغوط إن حضرتك المجموعة اللي اعتذرت إنها تكون موجودة. هناك كلام إن المجموعة اللي اعتذرت دي ممكن تعمل مشكلة للرياضة المصرية أو في اللجنة الأولمبية الدولية. هل الكلام ده فندم على الواقع موجود؟ لا كابتن سيف، احنا زي ما قلنا من اول يوم واحنا الحمد لله عندنا شفافيه الكامله وعندنا يعني قدره ان احنا نواجه كل حاجه. الراي العام مفيش حاجه بتستخبى نهائيا. احنا قلنا من اول يوم ان احنا عندنا في مجموعه فيها 6 موافقين على التعيين وفي 5 اعلنوا ان هم رافضين على التعيين. واحنا قلنا في نفس اليوم ان احنا هنقعد مع كل المستشارين القانونيين وكل الجهات المعنيه بالامر وهندرس القرار. لما درسنا كل القرار كان القرار النهائي ان احنا نصدر قرار بتعيين مجلس اداره النادي الاهلي اللي انتخبته الجمعيه العموميه مكون من 11، ونترك الامر بعد كده لاي حد من الساده الافاضل ال11 ياخد القرار اللي هو شايفه. فالحقيقه يعني اصدرنا هذا القرار يوم الثلاث مساء يوم الثلاث 26 يناير اصدرنا القرار، والقرار كان كل اعضاء مجلس اداره اللي تم انتخابهم من الجمعيه العموميه برئاسه المهندس محمود طاهر و10 من الاعضاء. فكل هذا القرار طلع والحمد لله. احنا لغايه النهارده ما عندناش اي مشكله في اي حد، لا وصلنا اي حد اعتذر ولا اي حاجه، ودي حاجه طبعا ترجع لهم، هم ناس ليهم كل الحريه في اتخاذ ما يرونه من قرارات. هو انا لكن النهارده الحقيقه برضه لازم اقول بمنتهى الشفافيه، انا كان النهارده في افتتاح بطوله النادي الاهلي للكاراتيه، البطوله الدوليه للكاراتيه. فالحقيقه كان في اتفاق من زمان جدا ان احنا نحضر الافتتاح دي، لان البطوله فيها 4700 لاعب مشارك وفيها 10 دول الحقيقه مشاركه في هذه البطوله. فمن فتره طويله يمكن قبل حتى ما يصدر حكم محكمه القضاء الاداري بحل مجلس اداره بعدم اعتماد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في 27 مارس 28 مارس 2014. فالحقيقه النهارده قبل ما اروح تلقيت اتصال من الدكتور احمد سعيد وطلب ان احنا نبقى موجودين ونقعد مع بعض. قلت له احنا رايحين النادي ما فيش اي مشكله وهكون موجود هناك. قال لا يا ريت متواجدين قبل النادي نقعد مع بعض شويه. وفعلا تلقينا في مكان قريب من النادي الاهلي قبل ما نروح النادي الاهلي لمده ربع ساعه ونص ساعه. حضرتك والدكتور احمد والمجموعه كلها اللي معتذره؟ المجموعه كان الدكتور احمد وكان كابتن طاهر الشيخ وكان الاستاذ محمد جمال هليل وكان الاستاذ ابراهيم الكفراوي وكانت قاعده. دكتور هشام العمري هو اللي اعتذر يعني يا فندم؟ الدكتور هشام العمري اللي اعتذر. الدكتور هشام العمري ما كانش موجود، القعده كان فيها كذا واتكلمنا، والحقيقه لم نتطرق لاي حاجه عن امور مثلا الناس تقول لك اصل انا بتحايل عليهم وناس تقول لك اصل هم خالص. احنا كنا بنشوف الموضوع عادي خالص. وعلى فكره من قبل ما نتقابل وهم مقررين ان احنا كلهم هيكونوا موجودين في افتتاح البطوله بتاعه الكاراتيه الساعه 5. فالتقينا لمده اقل من 20 دقيقه 25 دقيقه ثم توجهنا جميعا الى الصاله المغطاه في النادي الاهلي. وحضر السيد نائب رئيس مجلس الاداره وكان على يميني السيد رئيس مجلس الاداره المهندس محمود طاهر وعلى يساري الدكتور احمد سعيد نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. وحضرنا افتتاح رائع جدا للنادي الاهلي. طب هل اعتذروا بالفعل في الجلسه يا فندم؟ مين يا فندم؟ يعني هل اعتذروا لحضرتك في الجلسه لما حضرتك قعدت معاهم؟ هل بلغوا حضرتك عن الاستمرار في مجلس اداره النادي الاهلي؟ لا يا فندم، لا لم يحدث اي اعتذار ولم نتحدث في موضوع الاعتذار او مش الاعتذار. احنا كنا بنتحدث في ملابسات الامر بشكل كبير. طب القرار كان ممكن يبقى ازاي؟ طب القرار كان يطلع ازاي؟ لكن لما حد يعتذر وانا لما نتكلم في اي حاجه، وكنا كلنا بنتكلم في اطار المصلحه العامه للرياضه. وتوجهنا جميعا لاستاد، واظن كل الناس اللي كانت موجوده في الصاله المغطاه في النادي الاهلي شافت المهندس محمود طاهر على يميني والدكتور احمد سعيد على شمالي ومجلس اداره النادي الاهلي 10 من مجلس اداره النادي الاهلي حاضرين الافتتاح الرائع اللي كان موجود النهارده في الصاله المغطاه لبطوله من اكبر البطولات اللي اتعملت في مصر يمكن في ال 10 15 سنه اللي فاتت. بطوله فيها 4700 لاعب من 10 دول، والافتتاح كان من اجمل ما يمكن في الصاله المغطاه في النادي الاهلي. فلا اعتقد ان في اي اثار، واحنا على فكره متقبلين اي حاجه وبنقول كل حاجه بشفافيه وبوضوح ومفيش حاجه بتستخبى ومفيش حاجه نخبيها. احنا لا بنعمل حاجه لمصلحه حد، احنا بنعمل حاجه لمصلحه الرياضه المصريه، لمصلحه النادي الاهلي، لمصلحه الرياضه بشكل عام. والحمد لله الامور ماشيه كويس. والبطوله بتاعت كره اليد ليها اجواء جميله. النهارده كان في مباراه في اسوان برضو، استاد اسوان ومصر وليبيا، وبرضو كان الناس بيذكروا جدا. انا ما شفتش الماتش الحقيقه لاني كنت في مباراه كره اليد، لكن الامور ماشيه بشكل طيب. وان شاء الله موضوع النادي الاهلي دي تبقى ازمه عابره وتعدي. هل يا فندم ممكن فعلا الناس برضو قلقانه؟ ملف مهم جدا وملف الانتخابات، هل فعلا